بسم الله الرحمن الرحيم. لايف جديد واخر المستجدات على الساحه الرياضيه. الاستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق في تويتر مساء الخميس انتقد او هاجم فيها بشكل غير مباشر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. هو انتقد الدكتور اشرف صبحي، ما ذكروش بشكل صريح، لكن الكلام واضح. في انتقاد وهجوم للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. طبعا السبب الرئيسي اكيد ملف ارض 6 اكتوبر. الاستاذ ممدوح عباس اكد في التويته ان في مجهودات ان الارض ترجع باذن الله. انا بالنسبه لي التويته مش فاهمها بصراحه. ليه الاستاذ ممدوح عباس بيهاجم الدكتور اشرف صبحي؟ وهل الدكتور اشرف صبحي في حاجات تفاصيل لازم الاستاذ ممدوح عباس كان يوضحها؟ هل وزير الرياضه هو السبب في اللي حصل؟ انا بالنسبه لي لا، طبعا 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 تقرير النيابه العامه واضح ان في اسباب. ليه الاستاذ ممدوح عباس بيهاجم في التوقيت ده الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه؟ الفترة اللي فاتت كان في اجتماعات كتير ما بين مجلس إدارة نادي الزمالك ووزير الرياضة لحل أزمة أرض 6 أكتوبر. وزير الرياضة خرج وأكد أكتر من مرة، ووجه رسالة لجمهور نادي الزمالك إن اتفقوا إن الموضوع هيتحل. واتقال كمان إن كان فكرة الأرض البديلة موجودة وكان في حلول بديلة قدام مجلس إدارة نادي الزمالك لحل موضوع أرض 6 أكتوبر. كنت أتمنى أستاذ ممدوح عباس ما يكتبش التويته دي في التوقيت ده. الناس كلها بتحاول تحل الازمات والمشاكل جوه نادي الزمالك، والافضل حل المشاكل والازمات في الهدوء، بعيد عن السوشيال ميديا، بعيد عن الاعلام. لان اي تويته او اي حد هيكتب اي حاجه هيزود من حجم المشكله مش هيحلها. هيزود من حجم المشكله مش هيحلها. لذلك تلاحظ ان الفتره الاخيره دي كلها مجلس اداره نادي الزمالك زي ما قلت لك حاله من الهدوء التام. مفيش تصريحات اعلاميه، مفيش بيانات، مفيش اي حاجه خالص. هو ده الطريق اللي انت من خلاله هتحل كل المشاكل اللي عندك. لكن السوشيال ميديا والبيانات والتصريحات والكلام ده كله صدقني مش هيحل حاجه خالص. وانا عندي معلومه ان بالفعل في قرار جوه نادي الزمالك بعدم الحديث نهائيا عن ملف ارض 6 اكتوبر. اتمنى ان الوسطاء يتدخلوا يشوفوا ايه المشكله. اتمنى ان الاستاذ ممدوح عباس يعني بلاش هجوم تاني وانتقادات تاني. الفتره اللي جايه الكل بيتكاتف حاليا ان نحل المشكله في هدوء. نحل المشكله في هدوء. وانا على قناعه ان وزير الرياضه مش مسؤول، مش هو السبب في المشكله اللي موجوده. بالعكس الناس كلها بتحاول تحل الموضوع في اسرع وقت. امبارح وجهت رساله وتاني على مجلس اداره نادي الزمالك: يا جماعه تحركوا سريعا، حلوا مشكله القضايا اللي باقيه. مش هيبقى المنظر العام لطيف لما تلاقي قضيه تامنه وتسعى جايه في الطريق. اتمنى ان الموضوع يتحل في اسرع وقت. اتمنى ان الموضوع يتحل في اسرع وقت. فك القيد، تبتدي تتحرك في صفقاتك، تبتدي تشوف إيه اللي انت محتاجه. جمهور نادي الزمالك هتبقى بالنسبه له ضياع صفقه حامد حمدان مش هيتقبلها. مفيش اي مبرر، ولا هتقول لي بقى ازمه ماليه ولا ايقاف قيد ولا ارض اكتوبر. جمهور نادي الزمالك ضياع صفقه حامد حمدان بالنسبه له لن يتقبله نهائيا. حل مشاكلك، فك القيد بتاعك بسرعه. الحقيقه ان انا كنت بتكلم مع وصلتني معلومه من شخصيه زملكاويه بارزه واكد لي مشاكل نادي الزمالك هتتحل الفتره اللي جايه، بالتحديد على اول السنه. مشاكل نادي الزمالك كلها هتتحل اول السنه على اقصاء ايقاف القيد. انا كنت مأجل حتى ان انا اقول الكلام ده. ناس ممكن تقول لك وسط المشاكل دي كلها والفلوس والمديونيه وايقاف القيد والحاجات دي معقوله؟ الحقيقه ان الكلام من شخصيه زملكاويه بارزه، اتحفظ ان انا اذكر اسمه احتراما بس ان هو مش عايز يتقال اسمه، ان كل المشاكل الخاصة بنادي الزمالك سوف يتم حلها خلال الايام اللي جاية. انت بتتكلم مثلا على اول السنة. لازم تفك القيد. الزمالك محتاج صفقات. الموضوع واضح، انت عايز جناح شمال، عايز لعيب وسط زي حامد حمدان. انا بالنسبة لي حامد حمدان ما جاش
غنام محمد لاعب مودرن سبورت من اللعيبه المميزه جدا في وسط الملعب. لعيب انا بالنسبه لي ممتاز وكواليتي عالي وعنده خبرات ويقدر يلعب ويتحمل المسؤوليه ويتحمل الضغوطات. لكن هل مودرن سبورت هيسيبه في يناير؟ لا، لعيب مهم جدا، لعيب مهم جدا. عشان كده هتبص يمين وشمال وحامد حمدان. جمهور الزمالك بيتعامل مع حامد حمدان ان هو جه خلاص، مش لسه صفقه هتيجي، لا، كانه مولود في 100 عقبه. فهم بالنسبه لهم حامد حمدان جه في نادي الزمالك وموجود، خد شعبيه من قبل ما يلعب. فلازم انت تضغط في الحته دي وتكمل بكل الطرق تجيب حامد حمدان. حامد حمدان عنده عرض من السويحلي الليبي ب 2 مليون دولار، منهم مليون دولار اول ما يوقع. يعني اللاعب هياخد 2 مليون دولار، مليون دولار او يوقع ياخد مليون دولار. يبدو ان حامد حمدان الاولويه بالنسبه له عايز يكمل في مصر، ويبدو ان حامد حمدان مش حابب ان هو يطلع من مصر. هنشوف الايام اللي جايه هتسفر عن ايه. اتحاد الكوره اعلن خريطه الطريق المرحله اللي جايه. نتمنى ان اتحاد الكوره يحل كل المشاكل اللي موجوده، نشوف خريطه فعليه على ارض الواقع. زميلي العزيز مهيب عبد الهادي برنامج اللعيب MBC مصر قال مفاجاه جامده جدا، ان هاني ابو ريده عايز يجيب كارلوس كيروش مدير فني لاتحاد الكوره، هو اللي يكون مسؤول عن التخطيط لاتحاد الكوره في كل شيء. كارلوس كيروش من الاسماء اللي الجمهور المصري متعلق بيها. الراجل ما خدش افريقيا وما تأهلش كاس عالم، لكن عامل نتائج كانت مستويات حلوه واداء حلو واكتشافات لبعض اللعيبه. الناس الجمهور بيثق في كارلوس كيروش. انت محتاج قوي ده، خلي بالك، محتاج تجيب واحد مش لسه هتجرب، محتاج واحد الجمهور بيثق فيه، الجمهور عارفه. زي ما بقول لك ان كارلوس كيروش من الاسماء زي جوميز كده بالنسبه للزملكاويه. كارلوس كيروش بالنسبه للجمهور المصري بشكل عام الناس بتثق فيه والناس حباه والناس عايزاه، لذلك وجوده مهم جدا واضافه. لكن الاهم من ده ان الراجل يملك الصلاحيات، ان انت يبقى في بلان واضحه والراجل يجيب اللي هو عايزه، يختار اللي هو عايزه ويتطور. مش فكره ان انا بطلع بيان وخلاص، لا، اطور ده فعلا على ارض الواقع. ونشوف منتخبات الناشئين هتعمل ايه، منتخبات الشباب ايه، المنتخب الاول، منتخب اولمبي، المنتخب الثاني. تشوف كده زي المغرب، كاس محليين خدوا، كاس عالم الشباب خدوا، كاس عرب هياخدوا، المرشح الاول افريقيا. الناس انت متخيل ان الجمهور دلوقتي شايف ان المغرب هتوصل مثلا دور 8 كاس عالم؟ يعني احنا بنتكلم كان الثقافه قبل كده ان احنا نروح نجيب جول المنتخبات العربيه، مين اللي هيجيب جول في كاس العالم، مين اللي هيكسب ماتش. الناس دلوقتي متواجده منتخب المغرب ان هيوصل دور 8، يوصل دور الثمانية. عايزين نشوف كده الكرة المصرية، وعندنا مواهب وعندنا كفاءات، نشتغل صح هننجح. 2006 و8 و10 كانت مصر بعبع افريقيا. عندك كان كواليتي منتخب رهيب، حتى لما غابت عنك بعض العناصر الاساسيه اللي كانوا موجودين. العناصر اللي كانت موجوده، جده مثلا، جده ما كانش موجود 2006، شوف جده عمل ايه 2010. محمد زيدان 2008. كان عندك لعيبه وعندك عارف المكنه شغاله بتطلع، ده مش موجود، ده غيره. عايزين نشوف كده، بس تخطط صح، تبتدي صح، تأسس صح، تبتدي تشوف انا هعمل ايه، هختار مين. فنتمنى ان اتحاد الكوره فعلا يسير في الخطى ديت، والجو العام ان اتحاد الكوره فعلا عايز يشتغل، وان اتحاد الكوره عايز يطور وعايز يغير. فنتمنى نشوف ده فعلا ونتائجه تظهر على ارض الواقع الفتره اللي جايه. كنت قلت لك نادي الزمالك واداره الكوره في نادي الزمالك البلان بتاعتها دلوقتي ان هي عايزه تبيع بعض اللعيبه عشان توفر فلوس، ادفع مستحقات اللعيبه، تجيب صفقات، تفك القيد، ان انت بمقوله ان انا اصرف على نفسي. وده شيء رائع جدا. كمان قطاع الناشئين نادي الزمالك مهتم بيه وعايز يطلع بعض اللعيبه في قطاع الناشئين ويتم الاعتماد عليهم، ان اخر سنه اللعيبه دي تكون اساسيه، ابيعها اكسب فيها لو حد منهم تالق. من اللعيبه ومن المواهب المميزه جدا اللي بيقولوا عليها في قطاع الناشئين محمد حمد ده بيلقبوه في قطاع الناشئين بلامين يامال. تم تجديد عقده، ودي خطوه رائعه من قطاع الناشئين في نادي الزمالك والكابتن بدر حامد.
عمر عبد العزيز كمان الحارس اللي كان موجود مع منتخب الناشئين بيتعاود دلوقتي ان هم كمان يجددوا عقده، لان بقى في عقده سنه. حلو، ده حلو ان انت تبتدي تبص في قطاع الناشئين وتطور قطاع الناشئين. انا بالنسبه لي ده ممتاز جدا. اللعيب تجيب لعيبه صغيره تعتمد عليها وتاسسها، تبيعها تكسب فيها ماليا، توفر على نفسك الفلوس اللي بتدفعها في صفقات تانية. كل ده انا بالنسبه لي مهم جدا، مهم جدا. وتوفر المبالغ اللي بتدفع في صفقات. الزمالك عايز ده. لو انت عايز ترشيد نفقات وتقلل الميزانيه، رقم واحد قطاع الناشئين يا جماعه. من زمان تخيل ان احنا محمد السيد وهو مثلا وحسام عبد المجيد بنتكلم عنهم لحد دلوقتي لسه في قطاع الناشئين. قطاع الناشئين بكل الفرق ده، بكل الفرق اللي موجوده، بكل القوام اللي موجود، بكل عدد اللعيبه دي، بنتكلم في 2 3. لا، لازم كل قطاعات الناشئين في مصر واتحاد الكوره لازم يركز على قطاعات الناشئين، تبتدي من تحت. فكره ان انا بشوف انديه كتير قوي قطاعات الناشئين بتاعتها بتبقى مثلا جزء منها استثماري بيتباع. طب وانت ما ينفعش، ما ينفعش. قطاع الناشئين ده مهم جدا وانت لازم ان انت تهتم بيه. وفكره الاستثمار في قطاع الناشئين صدقني مش هيكون لها مردود ايجابي. لازم التركيز على قطاع الناشئين وتطوير قطاع الناشئين بشكل كبير، وده هيكون اول الخطوات على الطريق الصحيح في الكره المصريه. كل الناس متفائله ان شاء الله خير. مصر اول ماتش يوم الاثنين الجاي انطلاق بطوله افريقيا. رسالتي للكابتن حسام حسن اخر حاجه: محدش ضدك، وكل الناس معاك، وكل الناس بتدعمك، والجمهور المصري هيتعامل. خلي بالك ماتشات افريقيا دي الجمهور كله، كل الناس على القهاوي وفي البيوت وبتتجمع. مع اي فوز هتلاقي احتفالات. كل الناس نفسها كابتن حسام ان انت تنجح. كل الناس نفسها ان انت تدعمك. الانتقادات الفتره اللي فاتت كانت فقط الناس كانت متحفظه شويه على الاداء، لكن الناس عايزاك تكمل. شفت الفرحه في التاهل لكاس العالم كانت عامله ازاي، رغم ان احنا ما واجهناش منافسين يعني ماتشات اللي هي مستحيله، لا كانت المنافسين في المتناول، لكن الناس دعمتك وساندتك. يا كابتن حسام ارجوك الهدوء. رسالتي ليك الهدوء، التصريحات الهادئه. بلاش اي تصريحات في البطوله تعمل مشكله. اي مشكله جوه البطوله هتخرجك بره التركيز 100%، هيكون لها تاثير سلبي 200%. الهدوء ثم الهدوء ثم الهدوء. باذن الله باذن الله باذن الله تكون انطلاقتنا يوم الاثنين الجاي قدام زيمبابوي باذن الله موفقه. مهم قوي ان انت تكسب الماتش ده، يديك ثقه ودافع معنوي كبير جدا في الماتش ده. هيديك ارتياحيه كمان لو اداء. سلام يا سلام يا سلام، لو اداء كمان، لو اداء كده حلو كده وفوز مقنع. انسى كل اللي فات، انسى كل اللي فات. اي حد كان انتقد او اي حاجه هيقف يسقف لك. مفيش حد نفسه ان منتخب مصر يخسر، مفيش حد نفسه ان منتخب مصر ما يبقاش كويس، مفيش حد نفسه انه من اول لحظه كده بتدي رساله لكل المنتخبات اللي موجوده في افريقيا ان احنا جايين ناخد البطوله. ان شاء الله ان شاء الله تكون بدايه موفقه لينا يوم الاثنين الجاي، وباذن الله نقدر نكسب زيمبابوي وتكون بدايه لانتصار وانتصار، نوصل للادوار النهائيه ونتوج باللقب القاري باذن الله، ونرجع تاني لانجازاتنا بقى 2006 و2008 و2010. وبمناسبه الانجازات ديت الواحد يتمنى الشفاء للكابتن حسن شحاته باذن الله يقوم لنا بالسلامة، ونرجع نستمتع تاني بالكابتن حسن شحاتة وتحليلات الكابتن حسن شحاتة اللي عمل إنجازات كتير وكبيرة للكرة المصرية عمر ما حد هيقدر ينساها بإذن الله. هنكون معاكم في ضيفات كتيرة وجديدة الأيام اللي جاية بإذن الله، وهنتابع معاكم كل الجديد لحظة بلحظة.